كتير مننا بيفكر إن رحلات التغيير الكبيرة بتبدأ بخطوة على الأرض، بس الحقيقة إن أهم رحلة في حياتنا بتبدأ من مكان تاني خالص، بتبدأ بسؤال صغير جوه القلب. رحلة التغيير الحقيقية دي بتبدأ من جوانا. كلنا بنمر باللحظة دي، اللحظة اللي بنقعد فيها مع نفسنا في هدوء وبيطلع سؤال واحد بس يلح علينا: أنا ليه كده؟ ليه حاسس إن مفيش إنجاز؟ ليه السعادة شكلها بعيد قوي؟ السؤال ده بالذات اللي ممكن نحس إنه بسيط هو في الحقيقة الشرارة الأولى لأي تغيير جذري في حياتنا. والغريبة إن الإجابة ممكن تكون أبسط بكتير من اللي بنتوقعه. الإجابة كلها بتتلخص في كلمة واحدة: توهان. الواحد بيكون تايه، ضايع وسط بوشة الأصوات اللي حواليه، صوت المجتمع، صوت الأهل، صوت الأصحاب، وفي وسط كل الدوشة دي بينسى أهم صوت، صوته هو. وهنا بقى لازم نوضح نقطة مهمة جدا. المشكلة مش إننا بنفشل، لأ، المشكلة الحقيقية هي سوء فهم أساسي. بنفضل مستنين التغيير يجي من بره، الظروف تتصلح، الناس تتغير، بس الحقيقة إن التغيير الحقيقي اللي بجد ما بيجيش من أي حاجة خارجية. ده بيبدأ من لحظة واحدة بس، اللحظة اللي الواحد فيها بيقرر يسمع صوته الداخلي، صوت حقيقته وهدفه ورغباته الصادقة، بدل ما يفضل عايش في صدى لتوقعات الناس وضغوطاتهم اللي ما بتخلصش. طيب إزاي نسمع الصوت الداخلي ده وسط كل الدوشة؟ الموضوع بيبدأ بشوية أسئلة صريحة ومؤلمة أحياناً، بس مفيش مفر منها. لازم الواحد يقف ويسأل نفسه بصراحة: الوقت ده بيضيع في إيه؟ المشاعر دي بتستنزف مع مين بالظبط؟ والأهم من كل ده، الحياة دي نفسها ليه بنضيعها في حاجات مش مهمة؟ والحقيقة المرة إن كل يوم بيعدي علينا هو اختيار، مفيش يوم محايد. يا إما اليوم ده بيقربنا خطوة ولو صغيرة من حلمنا، أو للأسف بيغرزنا أكتر في الرمل المتحرك اللي احنا واقفين فيه. مفيش منطقة رمادية في الموضوع ده خالص. طيب جميل الكلام ده كله، بس نعمل إيه؟ إيه الحل العملي؟ إزاي نبتدي نمشي في طريق النور ده؟ الإجابة في روشتة واضحة ومباشرة. الروشتة دي فيها 4 خطوات أساسية ممكن نعتبرها عملية تطهير شامل. أول حاجة، ننظف القلب من أي شخص مش شايف قيمتنا الحقيقية. تاني حاجة، نقطع أي عادة بتبعدنا عن ربنا وعن نفسنا. تالت حاجة، نرجع نصلي حتى لو في الأول حاسين إنها مجرد حركات، مع الوقت القلب والروح هيحضروا. ورابع وأهم خطوة، نكسر المراية القديمة اللي بنشوف بيها نفسنا، ونبدأ نشوف نفسنا بعيور جديدة تستاهل تشوف الجمال اللي جوانا. وده بيودينا لنقطة تانية مهمة قوي، وهي معنى النجاح. كلنا بنجري ورا فكرة معينة للنجاح، صح؟ بس يمكن الفكرة دي نفسها هي اللي غلط. يمكن محتاجين نعيد تعريف الهدف كله. النجاح الحقيقي ده مش منصب ولا عربية ولا فلوس. النجاح الحقيقي هو حاجة أعمق بكتير، هو إن الواحد يوصل لأحسن نسخة من نفسه، من جوه ومن بره. لما اللي جوانا يبقى متصالح ومتناغم مع اللي برانا. والفكرة العبقرية دي كلها أساسها موجود في آية عظيمة في القرآن بتلخص كل حاجة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى حط القانون واضح وصريح: حالك اللي بره ده مش هيتغير إلا لما اللي جواك يتغير الأول. البداية لازم تيجي من النفس. طيب خلاص، فهمنا الفكرة وعرفنا المبدأ، يبقى إيه اللي فاضل؟ التنفيذ. الرحلة لازم تبدأ ودلوقتي فوراً. وهنا بقى بيبدأ الشغل بجد، مش كلام نظري، لأ، أفعال يومية صغيرة هي اللي بتصنع الفرق. نصحى بدري حتى لو الجسم متكسر، دي مقاومة. نشتغل على حلمنا حتى لو مفيش أي حد بيشجع، ده إصرار. نحب نفسنا ونقدرها من غير ما نستنى الإعجاب من حد، دي القوة الحقيقية اللي محدش يقدر يسلبها مننا. وفي الطريق ده أكيد هنقابل ناس ممكن تتريق أو تستخف بالمجهود، عادي، بس المهم نفتكر إن في عين تانية شايفة. ربنا سبحانه وتعالى شايف كل محاولة وشايف النية اللي في القلب، وهو معانا وبيساندنا طالما نيتنا هي الرجوع إليه. الرغبة في التغيير دي هي أول خطوة، ودي حاجة عظيمة. بس الخطوة التانية اللي بتحدد كل حاجة هي إننا نبدأ دلوقتي حالاً، مش بكرة. طيب ولو وقعنا؟ ولو حسينا إننا تأخرنا هنكمل. ولو الدنيا خدتنا وسحبتنا تاني هنرجع لربنا، هو ده الأمان الوحيد. ولازم نفضل فاكرين حقيقة مهمة قوي، إن القلب ده ما اتخلقش عشان التوهان والضياع. القلب ده اتخلق عشان حاجة واحدة بس، عشان النور.